اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه عيون الشعب، قناه خصصناها بالكامل لعالم السوشيال ميديا. اي موضوع بيشغل بالك، اي موضوع ترند، اي موضوع تدخل على مؤشر جوجل تبحث عنه بنقول لك ما تتعبش نفسك. كل اللي عليك ادخل على اليوتيوب، ابحث عن قناه عيون الشعب، اشترك، فعل الجرس، هيصلك الاشعار بالموضوع اللي انت بتسال عنه او اللي انت عايز تعرف عنه معلومات. لكن احنا بنقول لك هندي لك المعلومه بثقه تتعدى 90%، لان بنحرص على ان ننال احترامكم وثقتكم. ايه الموضوع اللي الناس بتتكلم فيه؟ خلوا بالكم، مش احنا اللي بنختار الموضوع. في ناس يقول لك ايه الموضوعات اللي بتتكلموا فيها؟ مش احنا اللي بنختارها. الترند الناس بيتكلموا فيه، بيدخلوا على مؤشر جوجل يبحثوا عن ايه، بنشوف احنا الموضوعات اللي بتهمكم دي وبتهم قطاع كبير، بيدخلوا يبحثوا عنها وبنقدم لهم على المعلومه على صينيه من فضه. الناس كلها بتتكلم عن الراقصه البرازيليه لورديانا. مالها لورديانا؟ كانت عملت برومو مع عمر كمال وحمو بيكا وانت معلمه. البرومو ده كسر الدنيا. ليه؟ لان لورديانا عملت فقره كانت ترند في صالون للتجميل بتاع الستات دي، وكانت عروسه ودخلت هي عملت شو، واحد صوره وسجله اكتسح مصر كلها، حتى شفنا المدارس بالفصول مشغلين رقصه لورديانا وهي بترقص، والمدرس كمان قاعد في اسوان، وفي طلبه في بعض المدارس كانوا قاعدين مشغلينها على السبوره الالكترونيه جوه الفصول لورديانا وهي بترقص. يعني لورديانا مش دخلت بيوتنا بس وموبايلاتنا بس، ده دخلت مدارسنا. راقصه برازيليه كسرت الدنيا. طب ايه اللي حصل؟ مين اللي استغل هذا النجاح وهذا الترند وهذا الاقبال الغير مسبوق على مشاهده راقصه بترقص وبكل مقومات انها بتهز جسمها؟ طب ما في صافينار وفيه ستات كتير قوي عندنا، في عبده وغيرها 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 ودينا اشمعنى لورديانا؟ لورديانا عملت شيء جميل بالفقره اللي هي عملتها، كانت فقره ارتجاليه. فرح في مركز تجميل، شافته وراحت هوب رقصت، واحد صورها نزلها، فخدت شعبيه غير عاديه. مين اللي لعب على الوتر ده؟ عمر كمال وحمو بيكا. لقوها اكتسحت، كلت مع الناس جامد، كل الناس بيتكلموا عن لورديانا، فقالوا نجيبها وانت معلمه. وراح بسرعه اتفق معاها، هي قالت الاجر بتاعي ما يجيبش وجبه سمك في محل، يعني انا اليوم ما اروح اكل السمك في محل نظيف هياخدوا مني قد الاجر اللي اتفق معايا عليه حمو بيكا وعمر كمال، لان انا ارقص على اغنيه انت معلمه. وبالفعل اتفقوا معاها وصورت البرومو. بعد ما صورت البرومو فوجئت بحمو بيكا وعمر كمال بيقولوا لها امك في العشه ولا طارت، مالكيش عندنا فلوس. ماليش فلوس؟ ماليش فلوس ازاي؟ قال لها مالكيش فلوس عندنا. قالت فلوس ايه؟ ده انا اللي واخداها منكم ما يجيبش وجبه السمك، انا باخد في الساعه 15000 جنيه. تخيلوا الرقصه بتاعت لورديانا في اي فرح او في اي فقره في اي كليب في اي ملهى ليلي او في فرح ولا غيره، 15000 جنيه في الساعه. تخيلوا في احنا موظفين في الدوله مديرين عام ما بياخدوش 4000 جنيه والشهر كله، ويشتغلوا من 8 الصبح ل 4 العصر، وهي بتدخل تهز في ساعه واحده من 15 ل 20000 جنيه في الساعه الواحده. ارزاق مش هنتكلم عنها، حاجه بتاعت ربنا مالناش دعوه بيها. استغل عمر وكمال وحمو بيكا شهرتها والترند اللي هي عملته والاقبال الغير عادي عليها، وراح عمل البرومو بيها وكسر الدنيا. بعد كده لقينا عمر كمال على صفحته نازل بيقول بعتذر للناس وبناء على رغبات الناس احنا هنشيل لورديانا وهننزل الاغنيه من غير راقصه. يعني عمر كمال مش عارف بيضحك على الناس ولا بيستخف، بيقول بناء على رغبات الناس. بقت الناس مش عايزين يشوفوا لورديانا، المشاهدين مش عايزين يشوفوها يا بترقص. يا عمر يا كمال يا حمو بيك، انت واثق من الكلام ده؟ يعني الناس قالوا لك مش عايزين الرقاصه، عايزين نسمعك انت وحمو بيك وانت معلمه من غير رقاصه؟ يا راجل عيب. عمر كمال نزل على صفحته بيقول لك بناء على رغبات الناس مش هنجيب لورديانا وهننزل الاغنيه من غير رقاصه. ده كلام. لورديانا فضحتهم، قالت ان هم مفلسين معهمش فلوس، وكل اللي كان اتفاق معاهم على مبلغ ما يجيبش وجبه السمك، ورغم كده ضحكوا عليا وقالوا مالكيش عندنا فلوس. واحنا لما انا قلت لهم انا وهسوي وهطلع اقول وهفضحكم، قالوا لا بناء على رغبات الناس مش عايزين لورديانا وهننزلها من غير البرومو بتاعك ومن غيرك انت خالص. ما تفهمش يعني. حتى الراقصه جوهره
برضو الناس كانوا بيقولوا انتم بتتعاونوا مع الجوهره حمو بيكا وعمر كمال، اللي حصل؟ قال لا احنا هنشتغل معاها حاضر، بس في الايام الجايه فيها اعمال. واضح ان في مشاكل ماليه كبيره جدا بيواجهها حمو بيكا وعمر كمال، خلتهم لا قادرين يدفعوا لورديانا ولا قادرين يدفعوا للراقصه الجوهره. هي نفسها قالت ان عمر كمال وحمو بيكا استغل الترند بتاعي وهم مش معاهم فلوس، ده كل اللي خدت منهم نص اجري ما يجيبش ثمن عشاء سمك في محل محترم. طيب انا بحب زي ما اتعودنا بنجيب الخبر من مصدره. لورديانا بتقولي بقى تهاجم حمو بيكا وعمر كمال، مش محتاجه منكم حاجه، الناس عارفين. كشفت الراقصه البرازيليه لورديانا تفاصيل استبعادها من كليب انت معلمه لحمو بيكا وعمر كمال مطرب المهرجانات، وقالت لورديانا انها فوجئت بالاستغناء عنها اذا كان من المقرر الشروع في تصوير الكليب. يعني كان المفترض انها تصور الكليب البرومو، عملوه ونزلوه، كان المفروض الكليب كله بقى. بعدما انتهيت من تصوير البرومو ولقى نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، وقبل بدء التصوير الفعلي للكليب اخبروني بان هناك ازمه لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتاكيد مجرد حجه. ظل صناع الكليب يخبروني بحجج مختلفة من آن لآخر بأن مشاركتي في الأغنية قد توقفت، مضيفة عادي ما عنديش مشكلة بس محتاجة منهم حاجة، ومش محتاجة منهم حاجة أصلا. عمر كمال قد أعلن أمس عن طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا بناء على رغبة الجمهور. وكان عمر كمال كان كتب على حسابه على الانستجرام استجابة للجمهور، هنزل الأغنية انت معلمة من غير الفنانة لورديانا، ومش هنصور الكليب فيها اي رقصة او اي حاجة تزعلكم تاني. مين قال لك الناس بتزعل من الرقاصة؟ ده انت الكليب بتاعك لو هيتشاف 10 مليون من غير رقاصة هيتشاف 100 مليون بالرقاصة. يبقى ما بتضحكش على حد يا عمر كمال. ونشر كمال صورة تجمعه بحمو ولورديانا وقال انت معلمة قريبا على جميع القنوات الفضائية، وبعد كده سحب البروم. ما اعرفش يعني ايه الحكمة، لكن هو واضح ان في مشكلة في الموضوع. يعني كل الناس بتتكلم على الموضوع ده. انا شايف دلوقتي عمر كمان بيرد بقى عليها لما هي فضحتهم وقالت لهم انا هفضحكم واقول ان انتوا كده. قال ايه؟ عشان بس بنجيب الخبر من مصدره، عشان ما حدش بس يقول احنا بنقول وبنتأول وبنألف قصص، لا احنا بنجيب الموضوع من اساسه. بس نشوف الاول جزء من البرومو وهي بترقص معاهم ونرجع لكم تاني. بقت الجمهور مش عايز لورديانا وهي بترقص معاهم بناء على رغبه الجمهور يا عمر يا كمال. يعني ما اعرفش جاب الكلام ده منين. يعني برضو كل المواقع بتتكلم عن هذا الموضوع، حذف رقص لورديانا من مهرجان انت معلمه بسبب ان معهمش فلوس يدفعوها للرقاصه لورديانا، رغم ان هو يعني ما بتاخدش اكتر من 15000 جنيه في الساعه. يعني هي قالت انا ما خدتش منهم غير نص اجري ما يجيبش وجبه السمك. كل المواقع بتتكلم عن هذا الموضوع، فاحنا حبينا بس نوضح الصورة. كمان الراقصة لورديانا من خلال مقطع فيديو مع مطرب عمر كمال، حيث قالت في فيديو انتظروني في اغنية انت معلمة باللغة العربية رغم انها لا تجيدها وانها برازيلية الجنسية. وقد ظهرت الراقصة البرازيلية لورديانا في مقطع فيديو جديد وهي ترقص على انغام مهرجان انت معلمة مع مطرب المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، الا انها في النهاية لن تصل خلال الكليب بعد اعلان عمر كمال ان هي مش هتشتغل معانا تاني خالص بدون ما يبدي اي اسباب، الا انها كشفت انها اسباب مادية بحتة، معهمش فلوس، دول مش لاقيين ياكلوا. طبعا الكلام ده مش منطقي لان هما الاثنين طبعا طبعا يعني لا، عمر كمال وحمو بيكا معاهم فلوس، يعني ده ما نقدرش نقول مش لاقيين ياكلوا، لا. يعني هنكتفي يا جماعه لان انا الموضوع ما يستاهلش اكتر من كده، بس انتوا حابين تعرفوا الاساسيات. هي عملت البرومو كسرت الدنيا، عملوا دعايه غير عاديه لانت معلمه، وفجأة اختلفوا على الفلوس اللي هتاخدها لورديانا، فقالوا طب خلاص احنا هنعلن للجمهور انه بناء على رغبة الجمهور مش عايزين لورديانا وهنستبعدها خالص. لكن هو طبعا السبب الحقيقي هم معهمش فلوس يدوا لورديانا اجرها على الكليب. اشكركم.